السلام عليكم الزينات، كراكو دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي يدخلكم هذا الفيديو من قناه مطبخ السنور. اليوم باذن الله راح نشارك معكم وصفه لي كورني مالحين، وصفه اقتصاديه بعجينه اكثر من رائعه. ما عليكم فقط تتبعوا معايا الفيديو للاخير، واللي اول مره تشاهد في هذه القناه ندعوها للاشتراك مع تفعيل الجرس بتوصلوا بجديد الوصفات. راح نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. اذا هنا بسم الله وعلى بركه الله راح نبدأ في الوصفه. هنا في لي غيسيبيون نحتاج كاس تاع حليب يكون دافي، وعندي هنايا كاس تاع ماء يكون دافي. سعه الكاس يرفد 220 مليلتر. نحتاج ايضا نص كاس تاع الزيت، وحطيت هنايا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع السكر. راح نجيب الفوي ورايح نخلط كامل هاد المقادير مع بعض مليح. من بعد هنايا ما خلطت مليح راح نضيف 2 كيسان تاع الفرينه. هنا بالنسبه للفرينه انا كنت غربلتها، رايحه نخلط مليح. وهنايا بعد ما خلطت مليح وتاكدت بلي هذيك الفرينه كامل تحلت، دربك راح نجيب فيلم اليمونتير وراح نغطي هذا الخليط ونخليه حتى يختمر. وهنايا بعد ما اختمرت وضاعف الحجم تاعها، دربك راح ندير مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، وعندي هنايا مغرفه صغيره تاع الملح، وعندي 2 كيسان تاع الفرينه. راح نخلط مليح المكونات كامل مع بعض حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. شوفوا هنايا القوام العجينه اللي تحصلنا عليه تكون عجينه طريه ما تلاصقش في اليد. بالنسبه هنا المقادير المضبوطه تاع الفرينه، انا هنايا درت لي 4 كيسان تاع فرينه. ودائما نقول لكم الفرينه على حسب النوعيه اللي تستعملوها، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشرب. وهنا راح نعاود نغطيها فيلم اليمونتير وراح نخليها تزيد تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. وهنايا كما كتشوفوا بعد ما خمرت دوك راني نديغازي فيها. من بعد راح نجيبها ونحطها فوق البلو دو طرافاي تاعي بعد ما رشيته بشويه تاع الفرينه. وهنا يا خواتاتي راح نحل العجينه تاعي، ودائما هنا نعاون روحي بالفرينه هكذا باه ما تتلصقناش. يعني هنا غادي نحلها حوالي 1 سنتيمتر. بعد ما نحلوها نخلوها تريح. هنا كي تحلوا العجينه تاعكم خلوها تريح، ماشي فم تقطعوها، لازم تخلوها تريح حوالي 5 دقائق هكذا. عاده ولو تقطعوها بالجراره ونديروها يعني نشكلوها على شكل اشرطه. وهنايا بعد ما حليت العجينه تاعي وخليتها تريح قطعتها على الشكل مربع ولا مستطيل يعني كما تبغوا. من بعدها قطعتها على شكل اشرطه. وهنايا نجيب لي مول تاع لي كورني وراح نجيب الشريط تاع العجينه ونحاول كيفاش نثبتها من تحت مليح. من بعد هنايا بديت نشكل في لي كورني تاعي. هنا نحاولوا كيفاش ندوروا هذاك لي مول تاع لي كورني مشي العجينه. العجينه هنايا نخلوها مرخوفه بين يدينا باش الشكل لي كورني يجينا متحوف. اذا هنايا شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. دربك انا راح نكمل كاع الكميه اللي راح عندي بنفس الطريقه. من بعد راح نديرهم في البلا. وهنايا كي ديروهم في البلا ديروها من الجهه اللي كملت منها العجينه. وهنايا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي جبت صفر حبه تاع البيض، درت لها مغرفه صغيره تاع الزيت ومغرفه صغيره تاع الخل، نخلطهم مليح ورايحه ندهن بهم لي كورني تاعي. وهنايا عندي شويه تاع السانوج والبذور الشيا كما تقدروا هنا ثاني كديروا الجنجلان، نخلطهم مع بعض ورايحه نزين بهم هاد لي كورني. من بعد ما نكمل كاع الكميه اللي عندي ندخلهم للفرن يطيبوا على 170 درجه، نخليه يطيب يدي لون شباب ويتحمر. من بعدها راح نحيه. وهنا كما كتشوفوا خياتي بعد ما طاب وجا هنايا ما شاء الله، شوفوا كيفاش يتنحى بكل سهوله. انا حنكمل الكميه كاع اللي عندي نطيبها ونخليها تبرد ونروح نحضروا الحشو. في المقله هنايا حطيت شويه تاع الزيت وحطيت حبه تاع بصله تكون صغيره قطعتها قطع صغار. زدت معهم 2 سنات تاع الثوم، خليتهم يتقلوا مليح يعني خليت هذاك البصل حتى دبل شويه. من بعد حطيت نص صدر تاع الدجاج كنت رحيته. هنا راح نخليه يزيد يتقلى غير شويه مع هذاك البصل والثوم. وزدت ضفت هنايا كميه تاع الزيتون بعد ما كنت خليتها في الماء والفرينه باه تنحي لي هذيك الكميه تاع الملح اللي فيه. هنايا بالنسبه لي زيبيس حطيت شويه تاع الملح، حطيت شويه تاع فلفل اسود، حطيت كركم، وعندي هنايا شويه تاع سكينجبير وتوابل خاصه بالدجاج.
من بعد هنايا نخلط مليح ونخليه يتقلى غير شويه حوالي دقيقتين هكذا. من بعد راح نطفي عليه ونخليه يبجي. دروك راح نحضروا كريمه الجبن اللي راح نديروها في هاد ليكوني. عندي هنايا الكاسرونه حطيت فيها 2 كيسان تاع الحليب، سعه الكاس 220 ملل. ضفت هنا 2 مغارف تاع المايزينا ورشه صغيره تاع الملح، رشه صغيره تاع الفلفل الاسود. نخلط بارد في بارد. من بعد هنايا ضفت من 3 حتى 5 حبات تاع الفرماج. كما انا تقدروا تضيفوا ديك كما نقولوا ديك القطعه تاع الفرماج ديك الكبيره تاع الشيف. يعني هنايا كل ما كثرتوا الفرماج هذه الصلصه غادي تجيكم بزاف بنينه. من بعد حطيتها هنايا فوق النار مع التحريك المستمر حتى بدات لي الغليه وتحصلنا على هذا القوام. وبالنسبه لهذاك الحشو حطيته في الاشوار ورايحه نلحيه حتى نتحصل عليه بهذه الطريقه. من بعد راح نضيفه لهذيك الكريمات تاع الجبن ونخلط مليح. بالنسبه لهذه الكريمات تاع الجبن تجي بزاف بنينه، اللي يذوقها ما غاديش كامل يعرفها بواش مخدومه. وهنايا شوفوا لي كورن الله يبارك كيفاش خرجوا. يعني بالنسبه للكميه اللي عطيتها لكم راح تقطع لكم اكثر من 40 حبه. وهنايا وجدت الكريمه حطيتها في لابوش. وعندي هنايا الفرماج ربي هذاك اللي نديروه في البيتزا، يعني اختاروا اي نوع تفضلوه. من بعد هنايا راني نعمر في الكورني بهذه الطريقه. من بعد راح نديرهم في هذاك الجبن المبشور. يعني هنايا الطريقه راها واضحه. انا راح نكمل كاع الكميه اللي راها عندي بنفس الطريقه، وراح تشوفوا الوصفه جاهزه معايا في الصحن تقديم باذن الله. اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت عباره على كورني مالحين. صدقوني يا البنات جات بزاف بنينه هذه الوصفه، نتمنى تجربوها. ما تنسونيش خواتاتي بالجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. واذا كنتي اول مره تشاهدوا في هذه القناه ندعوكم للاشتراك مع تفعيل الجرس بتوصلوا بجديد الوصفات. ما عليا غير نقول لكم انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.